الغاليين اهل مصر، اهلا بيكم في حلقتنا النهارده. صحينا من 3 4 ايام كل مواقع السوشيال ميديا والمواقع الاخباريه ما عندهمش خبر غير هروب اللاعب المصري احمد بغدوده. وحرام وياخد مكافاه 18000 تخصموا منه 16000 ضرايب، اتقوا الله وي 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 وي. فقلت لا، انا لازم اجري ورا الحقيقه واشوف الموضوع فين، مين الظالم ومين المظلوم. وانا على قناعه شخصيه ان مصر مش هتقف على واحد، بالعكس احنا اللي بنلجأ لمصر مش مصر اللي هتلجأ لنا. دي نمرة واحد، ودي الأهم حاجة نحطها كده إيه خط، إن مصر عمرها ما هتقف مع حد، ولا مصر عمرها هيأثر فيها واحد يهرب، ولا 10 ولا 20. مصر ولادة، ومصر هي اللي صنعت الأبطال مش هم اللي صنعوها. فتعال نشوف إيه الحقيقة اللي ما لهاش حد. أولا اللاعب ده فعلا قبض مكافأة 18000 جنيه، اتخصم منه بالفعل 15000 جنيه. طب ليه اتخصموا؟ هو كل موقع السوشيال ميديا قالت لك ضرايب. انا تواصلت مع احد مسؤولي الضرايب قال لي لا، هو اتخصم منه 10% ضرايب، يعني 1800 جنيه، وده اظن حق الدوله وكموضوع لا جدال فيه. طب الباقي المبلغ ده ايه؟ اللاعب ده كان بيلعب في مركز شباب بيلا، واتنقل من مركز شباب بيلا لمركز الموهوبين، فكان عليه 13200 جنيه لازم يدفعهم. هو ما كانش معاه فلوس او مقدرته الماليه مش قادر ان هو يدفع المبلغ ده، فقالوا له اول ما يجي لك مستحقات هنخصمها، عشان كده اتخصم مبلغ مركز شباب نادي بيلا. انا بس بوضح لك الاول ان لا الضرايب خدت 15000 ولا الدوله ادت للولد 18 وخدت منه 15. انا بدي لك مثلا ان هو كان مديون واتخصم منه، ولكن انا معترض على ان البطل ده يتعامل المعامله دي. معترض على ان احنا النهارده بطل زي ده في لعبه من الالعاب الفرديه نديله 3000 جنيه في الشهر، وفي ناس بتاخد 30 مليون جنيه في السنه. احنا مشكلتنا في مصر ما بنبصش غير لكره القدم، والباقي الالعاب اللي احنا بنحقق فيها بطولات ما بنبصلهاش. احنا بنقول يا اتحاد، يا وزاره شباب ورياضه، بصوا للالعاب الفرديه. احنا عندنا ابطال يعني لازم نرعاهم، مش لازم كل حاجه يتدخل فيها فخامه الرئيس. طبعا الولد ده بفضل من ربنا رجع، وبفضل من ان معالي الرئيس كلمه وقال له ترجع يا ابني وهنحلزل لك كل العقوبات، وكل الجهاز اللي كان مسؤول عنه متحول للنيابه. والولد فعلا رجع. وفي في اخر الحلقه هنشوف مقطع له هو عامله على مواقع التواصل الاجتماعي بيشكر الرئيس وبيشكر ان هو رجع مصر تاني. ولكن احنا بنقول لازم نقطه ومن اول السطر، احنا عندنا مواهب كويسه جدا تستحق انها تتراعى. المواهب دي لازم تتراعى بجد. 3000 جنيه اللي ياخدهم ولد في الشهر عشان خاطر يروح اللي بيلعب لعبه وصل فيها لمرحله البطوله العالميه، طبعا ده كلام ما ينفعش. وانت النهارده بتصرف على كره القدم مليارات، اما تعرف ان في نادي عنده مديونيه مليار و700 مليون عشان اشترى شويه لعيبه. طب انت صرفت ايه على الالعاب الفرديه؟ ما تيجي نخصص من اللي بيتصرف لكره القدم 10% بس للالعاب الفرديه. ما تيجي نعمل على كل لاعب كوره في العقد بتاعه 10% للالعاب الفرديه. احنا ما بنكسبش غير في الالعاب الفرديه، وما بيحرقش دمنا غير كره القدم. طب ليه بنصرف على دي وما بنصرفش على الناس دي؟ ما نصرف على الكوادر اللي عندنا دي. احنا يعني طول عمرنا عندنا ابطال في الالعاب الفرديه، لكن في كره القدم ما عمرناش وصلنا لحاجه، دايما بنبقى حصلت المجموعه. طب ليه بقى ما بنصرفش على الالعاب الفرديه؟ وليه ما بنبصلاش بعين الرضا؟ ما ينفعش ان يبقى في اداري في منظومه ياخد مكافاه اعلى من اللاعب، ما ينفعش. خلينا نتكلم بالمنطق، وخلينا نخلي اولادنا يحبونا ما يكرهوناش. ده موضوع لازم نقف قدامه، ومش لازم كل حاجه رئيس الجمهوريه اللي يحلها. انت رئيس جمهوريتك في نفسك، انت رئيس جمهوريه في مكانك، لازم تحل مشاكلك، ولازم تشوف ايه اللي عندك غلط وتعمله.